مرحبا حبايب القلب، ازيكم يا حلوين؟ هلا شباب طلبوا شلون بدهم يغيروا الطبقات للزمر بالاورجات البي ار. اورجات البي ار كلها مثل بعضها، يعني ما في شيء بيفرق. انا بفضل اني هلا راح اعلمكم كم طريقه. بفضل اني تغيروا الافكت من الساوند اديت وليس من البرفورمانس. خلوا البرفورمانس بايكوياته بشغلاته الحلوه، لا بنغيره من الساوند اديت من الاساس. بعدين مشان نروح على البرفورمانس نحط له ايكو او ايش ما بدنا. اول شيء بنكبس ساوند اديت. انتبهوا على التفاصيل يا حبايب قلبي. هلا هي ساوند لازم يكون مفتوح على الاخير. بنكبس مينيو، بنيجي لهون. هلا هاد انا بدي اسكره، ما راح يلزمني هذا، راح اعمل له ما في شيء. هذا خليني افتحه. هلا خلينا على افكت واحد. الافكت عندي انا رقمه 50 بالعاده، والله صار لي زمان ما بيتش. هو هذا هو بيتش شيترا، والله ماني شايف. هذا هو الافكت حبايب القلب. هلا رح نسمع من الهيكفور لاني اورجاتي التنتين خرسان، انا بفضل الاورجات الخرسه. وهذا خلينا نعليه. طيب هلا بندخل على الافكت نفسه. هذا هو الافكت من جوا. بنعمل سلو، بنعمله فاست. وهذا اللي تحت لازم يكون لهون على 100. هلا بنسمع الزمر شلون. قرار كتير، لاني اول ما بتدخل هذا الفلتر بيعطيك هيك على 12 ناقص. هلا بنسمعه مثلا على الصفر هيك. طيب بدنا نغير صوت بدنا نغير الطبقة. ضل الزمر على حاله، تغير الطبقة بس. هاي طريقة. بعد ما خلصنا طبعا بنعمل له تثبيت من المحل اللي بدنا اياه. الطريقة الثانية كمان، ندخل على الساوند اديت. ندخل لهون على البيسك. خلينا نختار بس خيار واحد. ندخل على الرام، نختار مثلا هذا موجود فيه. لاحظوا عندكم هون عندكم ترانسبوز اوكتاف تون. من هون كمان هاد بتلعبوا فيه. بدكم تخولوا مع الاورج التحتاني كمان بتغير كل 100 بتوقع بيرفع مقام. غير 200. هلا لازم كمان نفس العلامة تتغير كمان مقام. واهلا وسهلا بكم حبايب قلبي مع فيديو جديد.